بالحسيمة درك نكور يعتقل شخصا اعتدى جنسيا على طفلة صغيرة ولم يكتفي بهذا الجرم الشنيع وإلى تفاصيل الجريمة. نشر موقع أريفينو.نت في عدده الأخير أن النيابة العامة بالحسيمة أصدرت أمرها بوضع وحش آدمي رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بنكور بناء على شكاية تقدم بها ولي أمر فتاة قاصر لا تتجاوز 15 سنة وتنحدر من دوار بولقجار بجماعة تفروين، يؤكد فيها تعرض الفتاة لاستغلال جنسي دام 3 سنوات تسبب لها في الانقطاع عن الدراسة. والمشتبه فيه حسب رواية ولي أمر الطفلة لم يكتفي بالاعتداء الجنسي على القاصر بل هددها بنشر صور فاضحة لها سبق أن التقطها خلسة بعدما كان يمارس الجنس عليها بالقوة، مما زاد في تأزيم الفتاة نفسيا. ويهيب ولي أمر الفتاة بالجمعيات المدافعة عن الطفولة بأن يساندوا الفتاة في قضيتها أمام العدالة حتى ينال الجاني ما يستحقه من عقوبة توازي جرمه الشنيع.